سلام سلام، واش راكم؟ نتمنى راكم كامل بخير وعلى خير وبصحه ملاحه. كيفاه نصبغوا ليماج؟ فوالا. وديما يجيوني دي كيستيون، اختي لي صبغت هكا باه نصبغ ليماج تاعي وطلع لي شعري اورانج. طبعا ليماج باه نصبغوهم البنات غير اللي حبت تصبغ شعرها كامل، يعني حتى شعرها اللي ما فيهش ليماج حبته يتصبغ هذيك كيما نقولوا. ما نهدروش عليها احنا اليوم، احنا نهضروا على الناس اللي حبوا يصبغوا غير ليماج وحدهم، ومش هم حابين يصبغوا باقي شعرهم، يعني مش هم حابين لا غاسي نتاعهم والشعر ناتوريل تاعهم ولا لا كولور ما على باليش اللي داروا فوق منها ليماج تتغير، دونك يصبغوا غير ليماج. اليوم رايحه نعطيكم الطريقة، مش طريقة، هي حاجة نورمال عادية، بصح اللي ما يعرفهاش يستفاد اليوم. فوالا كيف ما نصبغوا ليماج البنات. ليماج يا اما تصبغيهم طول فوق البوني قبل ما تنحي البوني، هذه طريقة تقليدية لكل الناس كل ديروها بخاسك، تصبغيهم قبل ما تنحي البوني. صبغه اي صبغه كيما انت اللي حبتها، من الاخر خلاص سوندري بلاتين غو ما على باليش الصبغه اللي انت حبتها تطبقها كصبغه فوق البوني. فوالا دونك وهذه الطريقه الاغلب انها طريقه بعد ما تنحي البوني وبعد غسله زوز ثلاثه سبع يحول اللون وتولي من بعد تحصلي. بعد كي تحصلي واش ديري؟ تحكمي ديري نفس اللون اللي صبغتي به شعرك وهو رنساج. طريقة الرنساج هي مثل الشامبوان كولورون، يعني شامبو ملون للشعر هكا نقولوا. باغ اكزومبل باه نفهمهم لكم بطريقة ابسط، هو شامبوان لونو به الشعر لكن ما يدومش وما يقعدش لا كولور تاعو ياسر. دونك نحكموا نفس اللون اللي درتي به، مثال بلاتيني ولا لو سوندري ولا الغو ولا الغاز البلو، اللون اللي انت حبيتيه. تحكمي كميه منه صغيره حسب طول شعرك، نقولوا اون موين شعر اللي يوصل هكا للكتاف، قولي قد الربع تاع صبعك هكا، قول نص تاع صبعك هكا تاع صبع تاع الشهاده. فوالا وتحطي معاه قد وبعد قد اوكسيدون، لكن الاوكسيدون يكون العيار تاعو طايح 20 10. الى لقيتو عيار 10 ديروا عيار 10 هكا باه ما ياثرش على باقي شعركم. نخلطوا الاوكسيدون مع هذيك اللون مع بعضهم مليح مليح، ومن بعد نزيدوا لهم كميه شامبوان اللي رايحين نغسلوا بها شعرنا عادي، الكميه اللي مرفه تغسلي بها شعرك عادي ديما. فوالا تخلطيهم مليح مع بعضهم وتطبقيهم كاخر غسله لشعرك. سا ديبون انت كي تدخلي تدوشي قداه غسله تغسلي، المهم هاد لو غانساج يكون اخر غسله لشعرك. فوالا برك وتغسلي من بعد تشلي اون فيت هذيك الغسله تكون اخر غسله، تشلي شعرك ومن بعد تطبقي الغسول اون فيت مش الغسول شو اسمه الديميلون، وش اسمه ديميلون نسيت فوالا المهم لابخي شامبوان. فوالا تطبقي لابخي شامبوان تاعك ولا الماسك تاعك عادي وتشلي شعرك تخرجي عادي. هذه الطريقه تاع الغنساج تقدري تطبقها كل ما تلقاي اللون اللي درتيه اصلا في الاول حال، وهذه طريقه الرنساج نطبقها حتى على الشعر العادي نورمال. اما باقي الالوان، مثال انت نحيتي البوني وحبيتي تصبغي غير شعرك، هنا تقدري تستعملي غير الغنساج اللي راني شرحته لك دركا. كيف تحكمي اللون ولا الميلونج اللي حابه تطلعيه. راني مدايره في قناتي هك لي ميلونج خاصه على الرمادي ولا باه تصحي ليماج تاعك ولا طلعوا لك اورانج باه تصلحي لهم اللون ولا حاجه، تلقاي ياسر منهم لي ميلونج. دونك تحكمي الميلونج تاعك. وديما الرنساج كي نديروا رنساج الصبغه البنات تكون قليله، يعني ما نديروش صبغه كيما رايحين نصبغوا شعرنا عادي، الصبغه والتركيز تاع الاوكسيدون يكون ناقص، يعني ماذا بيكم الرنساج ديما طبقوه باوكسيدون تركيز 10. فهمتوني؟ هنا الاوكسيدون نسحقوه غير باه يتفاعل لنا هذيك الصبغه ويخرج لنا اللون فقط برك. دونك ما نسحقوش كميه ولا التركيز تاع اوكسيدون يكون كبير، بالتالي هبطنا من درجه تاع شعرنا الباقي. فهمتوا البنات؟ دونك نحكموا هذاك الميلونج كيما قلت لكم ولا الصبغه. مثال في حاله رايحه حبيتي ديري ليماج تاعك رمادي، مثال تحكمي مثال رقم 38 تحطي منه قد الكعبه تاع الحمص، تحكمي رقم 35 اللي هو لو سوندري وتحطي منه قد نص صبعك هكذاك،
وتخلطي لو تو مع بعضه وتديري قد الصبغه قد الاوكسيدون. قد الصبغه ديري كميه تاع الصبغه قدها بعد اوكسيدون البنات. وش هو الاوكسيدون؟ عيار 10. ماذا بيكم بلا لقيتو عيار 10 في الغنساج عيار 10. خلطي لو تو مع بعضه، بعد جيبي شامبوان الكميه اللي قسمها تغسلي بها شعرك، خلطي لو تو مع بعضه واغسلي به كاخر غسله. هذه هي الحاجه اللي تقدري تلوني بها ليماج تاعك بلا ما يعني تغيري لون الشعر الباقي، يعني اللي ماهوش فيه ليماج. فهمتوني ولا لا؟ اما اللي حابه تصبغ شعرها كامل، يعني ما عماليش انا درت ليماج وحابه تدير فوق منه عسلي ولا سا ديبون، تصبغ شعرها عادي. اما هنا الفيديو هذا انا درته للبنات اللي يقولوا لي اختي حبيت نصبغ ليماج تاعي على الاخر شعري الباقي يطلع لي اورانج. طبعا راح يطلع لك اورانج، لكن انت حابه تصبغي ليماج يطلعوا لك بلاتين ولا ما عماليش انا يا رمادي ولا واش تحبي انت. والله اللي ماشي يطلعوا لك روعه، بصح الباقي تاع شعرك يتغير لونه، يولي لك لاغاسين يا اما حمراء كيما نقولوا. المهم يتغير لك ويطيح لك اللون تاع يطيح لك في الدرجات تاع شعرك. فوالا البنات، باسكو الشعر اللي نحطوا فيه صبغه طول تكون فاتحه، وحنا ماناش دايرين سحب لون معروف، يطلع لك يا اما اورانج حسب لون شعرك وحسب طبيعه شعرك، يا اما يطيح لك في الاورانج يا اما في الغو يا اما في هذيك لاكولور تاع اورانج زروديه كيما نقولوا سناريه. المهم يطلع يعيف مش مليح. فوالا هذه كيما هكا غير الرنساج اللي تقدروا تلونوا به ليماج تاعكم وانتوما منحين البوني. فوالا فهمنا البنات. فوالا حاجه واحده اخرى تاعنا البنات اللي طلع لهم مثال داروا ليماج وطلع لهم شعرهم في الاورانج اللي شبه كيما نقولوا للسناريه، هذيك نعطيها لكم به قبل ما تنحيوا البوني تتصرفوا. درك انا واش قلت لكم ديجا في فيديوهات قبل ما نحيو البوني نفيريفيو ليماج تاعنا البنات، نشوفوا نحكموا هكا صوابعنا نبلوهم ونحكموا اون ماش من القدام ونحيو منها هذاك البرودوي باه نقدروا نعرفوا لا كولور اكزاكت اللي طلعت لنا. الا شفناه طلع عنا في الاورانج ولا يميل للاورانج، المهم كولور ماهيش واضحه، لانه ليماج الا نحيتي البوني تهلكت فيك، دونك لازم لك تتصرفي قبل ما تنحي البوني. الا شفتيه كيما هكاك تحكمي تغسلي شعرك، باسكو فيكو راكي طولتي بيه بوتيتر البرودوي ما عادش يزيد يتفاعل اكثر، ما عادش يزيد يفتح لك اكثر، دونك تغسلي شعرك نورمال وهو فوق البوني، يعني تغسلي البرودوي هذاك تنحي تشيحي شعرك هكا ابان بالسيشوار باه ما يبقاش مبلول، وتعاودي ديري البرودوي هذا الى شعرك باغ اكزومبل ما طارش ولا ما طولتيش ياسر بالبرودوي، ولا باسكو ما ننصحكمش انكم تطولوا بالبرودوي. الناس اللي نسمعهم يقول لكم قعدوا 3 سوايع و4 سوايع بالبرودوي سافا لاباس تجيبي شعرك في يدك من بعد. بغيف قلت لكم تحكموا تعاودوا تابليكيو البرودوي حتى 20 دقيقه اخرى كي شغل تنظفوا به وش بقى. هذا نهضر على الشعر اللي يكون ماهيش دايره فيه مولاتو اسود من قبل ولا احمر ولا بنفسجي ولا الالوان اللي ترسخ وتلصق وما تروحش. فوالا بركه سيتو البنات. ابارامون هذه هي بركه ان شاء الله. حاجه واحده اخرى تاع الناس اللي مبقاتش تجاها اشعارات البنات، سافو دير كو ديزولي طاح. دونك الناس اللي ما بقاتش تجاها اشعارات واش تحكموا ديروا؟ تحكموا ديزابونيو من لاشين تاعي لهيه وتعاودوا تابونيو وتاكتيفيو الجرس. فوالا كوم سا يعودوا يجيكم الاشعارات كي نحط فيديو. فوالا على بروشين فيديو ان شاء الله البنات. بيزو وتهلاو في روحكم وديزولي على صوتي تانا باسكو اني زدرانا. فوالا باي.